كيقولوا أن الحقيقة مهما طالت دائما كتبان، ولكن في بعض القضايا الحقيقة كتكون مرعبة أكثر من الخيال. اليوم غادي نهضروا على واحد القضية اللي صدمت الهند كاملة. قضية بدات باختفاء غامض لشابة في العشرينات من عمرها، وانتهت بتحقيق معقد اللي قدر يشغل البوليس ووسائل الإعلام لأسابيع طويلة. كل شيء بدا عادي، قصة حب، حلم بالمستقبل وحياة جديدة، ولكن في لحظة شابة غادي تختفي بلا أثر. ومع كل نهار كيدوز الأسئلة كتكتر أكثر من الأجوبة. شنو وقع؟ شكون كان آخر واحد شافها؟ كيفاش قدروا المحققين أنهم يكشفوا الحقيقة؟ في هذا الفيديو غادي نتبعوا الأحداث كما جات في التحقيقات والتقارير الرسمية من البداية حتى لآخر تطور بان في هذه القضية، باش نفهموا كيفاش تحولت هذه القضية لواحد من أشهر القضايا الجنائية في الهند. إلا كنتم من محبي القضايا الحقيقية والتحقيقات الجنائية، مرحبا بكم في دار ستوريز بالدارجة. خلونا نبداو. السلام عليكم، مرحبا بكم في دار ستوريز بالدارجة، قناة اللي كنعاودوا فيها قصص وقضايا حقيقية وجرائم واقعية وحتى قصص الرعب. بالنسبة للناس اللي كيعجبهم هذا المحتوى، ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق اش من نوع القضايا اللي كيعجبوكم باش نهضروا عليهم هنا في القناة. القضية ديال اليوم هي قضية شرادها والكر، القضية اللي خلات الملايين يتبعوها نهار بعد نهار، واللي كانت حديث الإعلام داخل وخارج الهند. ولكن قبل ما نبداو، إلا كان هذه أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد، وديروا لنا لايك إلا كان كيعجبكم المحتوى. ودابا غادي تركزوا معايا مزيان وتخليونا نرجعوا للبداية باش نفهموا القصة ونتعرفوا على شكون هي هاد شرادها والكر وكيفاش كانت عايشة. شرادها والكر هي واحد شابة هندية في العشرينات من عمرها. الناس اللي كانوا كيعرفوها كانوا كيقولوا انها بنت اجتماعيه وطموحه، وكان كيعجبها انها تخدم وتعتمد على راسها. كانت بين الخدمه والدار والعائله. من بعد مده غادي تعرف على واحد الشاب اللي سميتو افتاب. التعارف بيناتهم كان عن طريق الخدمه. مع الوقت بدات بيناتهم علاقه عاطفيه. في الاول كان كل شيء عادي، كانوا كيخرجوا مع بعضياتهم وكيتصوروا، وكان كيبان عليهم واحد الانسجام. ولكن مورا هاد الصور كانت مشاكل بيناتهم، واللي ما كانتش باينه، واللي غير غدا وكتزاد مع الوقت. بطبيعه الحال العائله ديالها ما كانوش موافقين على هاد العلاقه، على حسب التصريحات ديالهم. قالوا انهم كانوا كيخافوا عليها، وانهم كانوا كيلاحظوا ان العلاقه بيناتهم ما كانتش مستقره. غادي يحاولوا يقنعوها شحال من مره انها ترجع على القرار ديالها، ولكن هي كانت مقتنعه انها قادره تبني حياتها بالطريقه اللي اختارت هي. وفعلا غادي تتزوج هي وافتاب، وغادي يقرروا انهم ينتقلوا لمدينه دلهي ويعيشوا مع بعضياتهم. من برا كانت حياتهم كتبان عاديه وهادئه، ولكن الواقع كان مختلف تماما. حيت شي وحدين اللي كانوا قرابين ليهم كانوا كيقولوا ان الخلافات بيناتهم كانت كتوقع بشكل متكرر، يعني تقريبا بشكل يومي، والعلاقه بيناتهم كانت ديما في توتر وما كانتش مستقره. ولكن حتى واحد ما كان كيتوقع ان هاد العلاقه غادي توصل لواحد النهايه مأساويه. من بعد ما انتقلت شرادها وافتاب يعيشوا مع بعضياتهم في مدينه دلهي، مشاكل بيناتهم غدا وكتزيد، حتى لواحد النهار شرادها غادي تختفي. وقبل الاختفاء ديالها التواصل بينها وبين عائلتها غادي ينقص بواحد الشكل اللي هو كبير. هنا الاب ديالها غادي يحس بواحد القلق من جهتها، خصوصا انها كانت كتجاوبو مره حتى انقطع الاتصال بيناتهم بشكل نهائي. دازو ايامات واسابيع وما كانت تخبر على شرطها. الاب ديالها حاول يتصل بها شحال من مره، ولكن بلا نتيجه. والاغرب من هذا الشيء كانوا كيوصلوهم رسائل من تليفون ديال شرطها، رسائل قصيره، ولكن كانوا غير طبيعيين. كانوا كيحسوا ان الطريقه ديال الكتابه تبدلات، بحال شي واحد اللي كان كيراسلهم في بلاصه شرادها. في الاول ما شكوا في والو، قالوا ربما كانت مشغوله ولا بغات تبعد شويه. ولكن الوقت كيدوز والشك بدا كيكبر. في الاخر الاب ديالها غادي يقرر يمشي للبوليس ويبلغ بالاختفاء ديالها رسميا. هنا القضيه ديال شرادها بدات كتاخد واحد المنحى اللي مختلف تماما. المحققين بداو كيجمعوا معلومات على شرادها من الناس اللي كانوا قرابين ليها، وكاع الطرق كانت كتوصل لشخص واحد
اللي هو أفتاب. المحققين غادي يجيبوا أفتاب، غادي يبدا الاستجواب ديالو. في الاول غادي يقدم روايات مختلفه على اخر مره شاف فيها شردها، ولكن التحقيق غادي يستمر. البوليس غادي يراجعوا كاميرات المراقبه والسجلات ديال التليفون والتحركات ديال الاشخاص اللي كانوا مرتبطين بالقضيه. كل دليل جديد كان كيزيد الشكوك، ولكن حتى واحد ما كان كيتوقع ان الحقيقه اللي غادي تبان غادي تصدم الهند كامله. في الوقت اللي كانوا فيه المحققين كيراجعوا التسجيلات ديال كاميرات المراقبه، هنا الوالد ديالها كان مصر ان بنته ما يمكنش تختفي بهذه الطريقه، وكان كيطالب البوليس انهم يواصلوا البحث عليها. التحقيق غادي يتقدم شويه بشويه، والمحققين غادي يلاحظوا ان بعض التصريحات ديال افتاب ما كانتش منسجمه مع الادله اللي كانوا كيجمعوها. ومن هنا التحقيق غادي يتحول من قضيه اختفاء لاحتمال وقوع جريمه قتل. البوليس غادي يكتفوا البحث ديالهم وغادي يجمعوا الادله، ومن بعد غادي تشكل صوره واضحه على شنو وقع في الابارتمون ديال شردها. التفاصيل كانت كثيره. هنا المحققين غادي يعتمدوا على الادله العلميه والجنائيه، ماشي فقط على الاقوال. الحاجه اللي غتخلي التحقيق يوصل لواحد المرحله اللي حاسمه. البوليس غادي يعلنوا انهم توصلوا الادله اللي خلاتهم يعتبروا القضيه ماشي غير مجرد اختفاء، وانما تحقيق جريمه قتل. هنا غادي يجيبوا تاني افتاب باش يستجوبوا معاه مره اخرى، وهنا القضيه غادي تنتشر بشكل كبير في الهند كامله. كاع وسائل الاعلام والصحف وحتى القنوات التلفزيونيه غادي يتبعوها بشكل يومي. النيابه غادي تركز على الادله الجنائيه والفحوصات ديال الطب الشرعي والادله اللي تجمعات خلال التحقيق. رغم كثرة التقارير الإعلامية، إلا أن القرار النهائي بيد المحكمة، واللي كتواصل دراسة الأدلة والاستماع للشهود وحتى الاستعانة بالخبراء. هنا القضية غادي تنتقل من بلاغ عن اختفاء ديال الشابة إلى واحدة من أكثر القضايا اللي رونت الرأي العام في الهند كاملة. السؤال هنايا هو كيفاش قدرات الأدلة العلمية والطب الشرعي أنها تعاون المحققين باش أنهم يبنيو ملف على القضية. البوليس من بعد غادي يعلنوا انه تم توقيف افتاب. القضيه غادي تتحول لحديث ساعه في الهند. القنوات الاخباريه كانت كتغطي كل تطور جديد، والصحف كانت كتنشر اخر المستجدات بشكل يومي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الملايين ديال الناس بداو كيتناقشوا القضيه، وكل واحد كان كيسول كيفاش وصلت الامور لهذه النهايه. ولكن وسط هذه الضجه كامله، البوليس والنيابه كانوا كيركزوا على حاجه واحده فقط، هي الادله. المحققين كيعتمدوا على تقارير الطب الشرعي وحتى البيانات الرقميه والشهادات ديال الشهود باش يبينوا الملف متكامل ويقدروا يقدموه للمحكمه. من جهه اخرى، الفريق ديال الدفاع عن المتهم اكد ان كل شخص كما كنقولوا كيبقى بريء حتى كتثبت ادانه ديالو بحكم قضائي، والمحكمه هي اللي بيديها انها تصدر الحكم. وبالفعل غادي يبداو الجلسات ديال المحكمه، والمحكمة غادي تستمع للخبراء والمحققين والشهود مع مناقشة الأدلة اللي تجمعات خلال التحقيق. القضية غادي تجذب اهتمام كبير داخل وخارج الهند، وغادي تبين على أهمية التبليغ على حالات الاختفاء، وكذلك دور الأدلة العلمية في كشف الحقيقة. الوقت كيدوز والقضية ديما بقات تحت أنظار الرأي العام، وكل جلسة كان كل شيء متبع أي تطور جديد في هذه القضية. الناس هنا كيتسائلوا اش غيكون قرار ديال المحكمه في النهايه، واش الادله غادي تكفي انهم يصدروا حكم نهائي. القضيه ديال شرادها والكر ما كانتش غير قضيه وصافي، وانما قضيه اللي قدرت تشغل الراي العام في الهند كامله. من لحظه الاختفاء حتى التحقيق وتجمعوا الادله والملف وصل للقضاء، الملايين تبعوا تطورات القضيه خطوه بخطوه، وحتى الحدود الساعه الناس متبعين اي تطور جديد كيصدر على المحكمه او حتى الجهات الرسميه، والناس باقي كيتسناو الكلمه القانونيه النهائيه. هذه القضيه خلات الناس بزاف يهضروا على اهميه التواصل مع العائله والاصدقاء، وكذلك تبليغ بسرعه على اي اختفاء مشكوك فيه، وكيفاش الادله العلميه والطب الشرعي يقدروا يلعبوا دور مهم باش يحسموا ويكشفوا الحقيقه. وفي نفس الوقت ان الاحكام النهائيه خاصها تصدر من المحكمة ماشي المواقع التواصل الاجتماعي.
الا كان درس نقدروا نخرجوا به من هذه القصه، فهو ان الحقيقه دائما كتحتاج وقت وتحقيق دقيق، وكذلك الاعتماد على الادله ماشي اشاعات. وحتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا الاعجاب وتشتركوا في القناه دار ستوريز بالدارجه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. سلامه.